بتبقى نايم وتيجي تقعد او تقوم واقف بتحس بدوخة ودوار وعينك بتزغلل وبتلحق نفسك بالعافية واوقات تانية كمان بتقع؟ في الفيديو ده ان شاء الله هقول لك ازاي تقدر تتخلص من المشكله ديت، وهنعرف ايه اصلا سبب المشكله دي. وبكل بساطه المشكله ديت حاجه اسمها postural hypotension او انخفاض في مستوى ضغط الدم مع تغيير وضع الجسم. يعني ايه الكلام دوت؟ ببساطه جدا لما بتكون انت نايم بيكون الضغط الدم بتاعك متوزع في كل جسمك بمقدار معين وبطريقه معينه. المفروض ان احنا اول ما بنقوم ومع عوامل الجاذبيه ومع هبوط الدم المفروض يحصل اوتوماتيك على طول ان الدم دوت يتظبط وضغطه يتظبط في كل جسمك بسرعه جدا جدا، ولكن للاسف مش هو دوت اللي عندك. ومقدار سرعه تظبيط ضغط الدم في جسمك لما انت بقى عدلت جسمك دوت عندك بياخد وقت شويه، وهو دوت اللي بينزل من ضغط الدم عندك، فبالتالي يخليك بقى تدوخ وتقع وعينك تزغلل ويحصل لك كل المشاكل دي. طب هو اصلا ايه اللي يسبب المشكله ديت؟ حاجات كتيره جدا، منها مثلا الجفاف، نقص مستوى كميه الميه في جسمك، او ان انت تكون بتاخد ادويه مضره للبول زي مثلا مضادات الاكتئابات، او ان انت مثلا يكون عندك مشكله في القلب، او ان انت يكون عندك مشكله في سيستم الاعصاب، حاجه كده اسمها اوتونوميك نيرفس سيستم. دوت سيستم بيكون موجود في جسمنا، من الوظائف اللي بيعملها هو سرعه الاستجابه لتغيير وضع الجسم بالنسبه لضغط الدم، وحاجات تانية كتيره جدا ممكن تعمل كده. طب هو اصلا بقى ايه العلاج؟ ازاي اتعالج من المشكله دي؟ ببساطه جدا العلاج ينقسم لجزئين مهمين جدا والاثنين متساويين في القيمه. اول جزء هو الجزء اللي احنا نعمله مع بعض دلوقتي دوت وهتشوفه كمان شويه. تاني جزء ان انت لازم مع الحاجات والتمارين اللي هنعملها دلوقتي دي لازم تروح لدكتور باطنه عشان خاطر يفحصك ويشوف ايه السبب الاساسي ويديك بقى علاج للسبب الاساسي ده مع التمارين والحاجات اللي هنعملها ديت. هنا ان شاء الله المشكله تتحل بنسبه 100%، ومش عايزك تقلق، المشكله بسيطه جدا جدا ان شاء الله. فيلا بقى بينا نعرف التمرين او نعرف هنعمل ايه بالظبط. وببساطه جدا انت بكل بساطه هنبتدي نتعود ازاي نحفز من الدوره الدمويه لما نيجي نقوم بحيث ما يحصلش الهبوط دوت، وكمان ما نقومش مره واحده. بكل بساطه كل اللي انا عايزه منك ان انت وانت نايم كده وهتبتدي تقعد او تقف تعمل شويه حاجات قبل ما تقعد او تقف. اول حاجه ان انت قبل ما تقعد او تقف تقوم عامل كده محرك مشط رجليك، تاخده عليك وتوديه كده اهو. هو ده بس كده كل اللي انت تعمله لمده 20 مره. ببساطه جدا بتاخد مشط رجلك عليك وتوديه عكسك، تاخد مشط رجلك عليك وتوديه لمده 20 مره. وبعد كده بتقوم شادد عضلات المقعده، تنشف كده المقعده عندك اهو، وتعد عدتين وتريح، واهو وتعد عدتين وتريح، واهو وتعد عدتين وتريح، وتعمل الحكايه ديت لمده 10 مرات. وبعد كده بتقوم لافف على جنبك بكل بساطه جدا، وتقوم قاعد في الوضع دوت لمده 10 عدات. وبعد كده بتقوم رافع جسمك واحده واحده اهو بكل بساطه، وانت في الوضع دوت بتكون ساند جسمك كده. هنا انت عمرك ان شاء الله ما هتدوخ. طب انت عايز بقى تقوم عامل ايه؟ بكل بساطه برضو هتنشف عضلات المقعده ومنطقه المقعده ديت كده، وتعد عدتين 1 2. انت اكيد مش شايف انا بنشفها ازاي، ولكن انت اكيد عارف ازاي تنشف عضلات المقعده. يعني تخلي الحته اللي انت قاعد عليها ديت انشف من كده، ان انت تقبض كده عضلات المقعده اهو، وتنشفها وتعد عدتين، وبعد كده تريح، وبعد كده تنشفها وتعد عدتين، وبعد كده تريح، وبعد كده تنشفها وتعد عدتين، وبعد كده تريح، وهكذا. وتعمل الحكايه دي برضو 10 مرات. وبعد كده تقوم واخد مشط رجلك عليك وتوديه نفس اللي كنا بنعمله هنا، بس هتعمله وانت قاعد بقى في الوضع دوت اهو. تاخد مشط رجلك عليك وتقوم مريحه، تاخده عليك وتريحه، وتعمل الحكايه ديت لمده 20 مره. وبعد كده بقى هتكون وانت قايم يا اما في كرسي جنب منك ساند عليه او اي حاجه، او تسند على الحاجه اللي انت قاعد عليها دي. هتقوم واحده واحده وتكون ساند في الاول، ما تسيبش بقى مره واحده، لا تسند كده. وانت في الوضع دوت تقوم رافع جسمك على مشط رجلك لمده 10 عدات. يعني تعمل كده 10 عدات، ترفع جسمك على مشط رجلك. بعد كده هتلاقي ان انت بقيت كويس جدا، يعني خلاص بقى ما عندكش المشكله اللي كانت بتجيلك، ومش تحس بقى بالدوخه والدوار دي. ممكن كمان اثناء وانت قاعد او اول لما تقوم تشرب كوبايه ميه، هيكون كويس جدا ليك، ولكن الاحسن تعمل كده وانت قاعد، هيكون كويس جدا ليك ان شاء الله. لو اتبعت النظام دوت والطريقه ديت وانت بتقوم، مستحيل ان شاء الله تحس بدوخه والدوار اللي انت بتحس بيه دوت لما بتيجي تقوم من غير ما تعمل الحاجات دي. بكل بساطه الاوضاع ديت بتهيئ جسمك واحده واحده ان ضغط الدم بتاعك يتظبط واحده واحده، بحيث ان انت ما تدوخش اول ما تقوم. يعني مش بتقوم بقى واقف مره واحده، لا، بتهيئ جسمك واحده واحده بتغيير الاوضاع واحده واحده. كمان الحركه اللي
اللي احنا بنقول بتاخد مشط رجلك عليك او بتعمل انقباض في عضلات المقعده، ضغط العضلات ده بيضغط على الاورده بيرجعها وبيرفعها لفوق عكس الجاذبيه، فبرضه بيساعد على تظبيط ضغط الدم مع تغيير الوضع، فهيكون مفيد جدا ليك. ان شاء الله لما تعمل الحاجات دي وتتعود عليها واحده واحده هتلاقي المشكله بتقل معاك تدريجيا. ولكن زي ما قلنا ما ينفعش تعتمد بس على التمارين ديت او على الطريقه دي. الطريقه ديت مهمه جدا، ولكن برضه لازم تزور دكتور بطنه عشان خاطر يعرف السبب الاساسي ويبتدي ان شاء الله ان هو يعالجه لك. كمان لازم تقلل جدا من الكافيين. لو انت مثلا بتشرب حاجات فيها قهوه وشاي ونسكافيه لازم تقللها جدا ان ما كنتش تمنعها تماما. كمان لازم تبتدي تهتم بشرب الميه. حاجه احنا قلنا من الحاجات اللي بتؤدي المشكله دي هو الجفاف في جسمك، الجفاف اللي بيجي عن نقص الميه الموجوده في جسمك، فبالتالي لازم تبتدي تهتم بشرب الميه. يعني مثلا كل ساعه تشرب كوبايه ميه وتبتدي تهتم بشرب الميه، هيكون مفيد جدا جدا بالنسبه لك. وبس كده، وبكده ان شاء الله يكون فيديو النهارده خلص، اللي اتمنى ان هو يكون كان مفيد بالنسبه لك. طبعا لو الفيديو عجبك واستفدت بحاجه اوعى تنسى تعمل لايك. اللايك دوت ما بيكونش فارق معاك ولكن بيفرق جدا، ان يوتيوب بيعرف ان الفيديو دوت الناس شايفاه ان هو مفيد، فيوديه ناس تانية زيك برضو بتعاني من المشكله فهم كمان يستفادوا بيه. وبس كده، بتمنى ليك صحه كويسه، اشوفك المره الجايه ان شاء الله. مع السلامه.